جو العمال يشتغلون يا جماعه. نشوف البلوكه هذه على ما هو اساس، على تراب يعني المويه. شوف يدي هنا من هنا خرجت يدي من هنا، يعني المويه راح يدخل من تحت من هنا ويدخل للمقبره مره ثانيه. حتى لو ارتفع الجدار 20 متر ما استفدنا منه شيء، ما دام ان اساسه غلط ومبني على غلط ومبني على باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل في هذا المكان. الشباب هذول كلهم جاء تركوا بيوتهم وجايين عشان حرمات الموتى هنا، علشان يدفنون قبور الموتى. ايش السبب؟ السبب استهتار مقاول ومسؤول ما عنده اهتمام. هذه امانه. هذه العامل معترف يقول الشغل هذا غلط، ولكن ده توجيه من البلديه. يشتغل باليوم لان هذا شغل صح، قال الشغل ده مش صح، بس انا عامل مكلف من البلديه اعمل كذا. شوف يعني الحاصل بالله احد يسوي هذا الجدار حتى لبيته احد يسويه بهذه الطريقه. هذه يا جماعه مقبره حرمات موتى، حرمات موتى هذه. تعال استاذ محمد شوف هذا نموذج. بالله تعال اطلع شوف يدي مني عشان ما يقول افترينا على احد. احنا هنا ما افترينا على احد. المسيره يضحكوا على انفسهم ما يضحكوا علينا. ما افترينا على احد. شوف يدي، انا اطلع لك يدي ها شايف يدي؟ علشان المويه يدخل من فين؟ يدخل من تحت. وش استفدنا من السور هذا؟ وهذا نموذج من نماذج المشاريع حق المحافظه. وش استفدنا؟ مشاريع المحافظه كلها كذلك. المقاولات هذا نموذج ديكور بس ما هم يا استاذ محمد شوف هناك بدا يقفل عشان يبغى يصب. شوف هناك بدا يعني انه مستمر على الغلط. شوف هنا احنا متاكدين ان امير المنطقه ما يرغب هذا الكلام. امير المنطقه ما يرغب هذا الكلام، والشيء ذا راح يوصل لسمو امير المنطقه. واضح الشغل غلط. المويه دخل من هنا واضح. هذا اثر المويه. المويه دخلت من هنا. هذه المويه اللي قبل امس بعد ما سووا البلوك هذا والطوب. شوف المويه دخل، هذا اثاره، ودحين جاي يقفل. وشوف ايش ترى؟ شوف سيخ الحديد كمل لي. سيخ الحديد كمل لي بالله. 4 سيخ حديد. هو يطيح الجدار. هل هذه ممكن انها تتحمل الجدار؟ وشوف بدا يقفل، يعني خلاص يبغى يصب على الباطل، يبغى يصب على غلط، يعني خلاص حيصب الميدان. مبني على غلط فهو غلط وباطل. على باطل وباطل. احنا نبغى الحق صاحب السوق بس. احنا نوعدكم ان هذا الكلام كله وذا الوضع يوصل لسمو امير المنطقه. ان شاء الله. وكمان نبغى يوصل ابونا سلمان. نبغى يوصل الملك ابونا سلمان بن عبد العزيز. يوصل ان شاء الله، يوصل ان شاء الله باذن الله. متى واحنا نسكت على الظلم؟ الدولة تدفع المليارات، ما قصرت الدولة دعمت وما قصرت، ودفعت المليارات في تحسين البنية التحتية للمملكة. وللأسف الشديد ما نرى أمامنا هذا نموذج. هذه مقبرة، يعني كلنا حنروح ندفن في المقبرة هذه من الأيام. يعني المشكلة اللي حصلت بسبب السور. المشكلة اللي حصلت هنا ايش سببها؟ سببها السور. ان المقاول له شهرين شال السور هذا وما سوى فيه اي شيء. فكل الشباب اللي جوا هنا عشان ايش؟ عشان غلطة مقاول هنا واستهتار مقاول. طيب استاذ حمزة، انا علمت انه هناك مقابر ضمرها